السلام عليكم على اجمل واغلى اخوات في الدنيا. كل سنه وانتم بالف خير يا رب. يا رب تكونوا بخير وصحه وسلام ان شاء الله. النهارده هنعمل وصفه حلوه قوي، هنعمل مع بعض السمسميه او حلوى المولد. كل سنه وانتم بالف خير. باسهل طريقه. غلطانه بقى لو اشتريتيها تاني من بره، بقت غاليه جدا. الكيلو بقى ما شاء الله بمبلغ وقدره. جبنا مع بعض ربع كيلو من السمسم ونقينا منه اي شوائب. ده سمسم ابيض خالص والنتيجه بتبقى حلوه جدا لو انت جبتيه وحمصتيه في البيت. النار بتاعتي متوسطه، ويستحسن تحمري في حاجه ألمونيوم علشان تبقى واضحه معاكي، تبقي شايفه الحاجه ما تاخدش تتلهف معاكي كده او تاخد لون غامق حبه وحبه. ايديكي فيه ما بتسيبوش خالص وتمشي واحده واحده كده، وبنقلب زي ما نكون بنحمر شعريه او لسان عصفور من غير اي ماده دهنيه. حمرناه كويس جدا، وبعد ما حمرته ما تسيبوش خالص في الطاسه السخنه، لا بنجيب اناء تاني ونقوم جاي مفضيين فيه، واستحسن يكون من المعدن، استانلس بقى او برضه هو ألمونيوم او اي حاجه. جبت كوبايه الا ربع من السكر، ولو مش عايزاها لو عايزاها مسكره شويه بتحطي كوبايه، لو وسط كده زي ما انا عاملاها بتحطي كوبايه الا ربع. دي كوبايه معياريه 220 ملي. انت بقى لو عايزه تستخدمي كوبايه الشاي المج العادي تمام. يبقى احنا حطينا كوبايه الا ربع سكر، حطيت نص كوبايه من الميه، اقل من نص كوبايه كده. حطيت بقى عصره نص ليمونه، عصره معتبره كده، تكون فيها ميه يعني وما يكونش فيها بذور او اي حاجه. حطيت معلقه كبيره مليانه من عسل الجلوكوز، معلقه كبيره مليانه حلوه كده. وما بحطش بقى معلقه ولا اقلب ولا اي حاجه، زي ما حضراتكم شايفين بهز بقى الصينيه بتاعتي اللي احنا شغالين فيها من غير ما احط اي معلقه. جبت بقى الصينيه اللي احنا نشتغل فيها، دهنا زيت فوق وتحت. ليه دهنا زيت تحت الكيس؟ عشان يمسك معايا وما يبقاش طالع وعامل فقاعات كده ويعذبنا لما نيجي نشتغل. دي صينيه عاديه خالص، اي صينيه نشغلها بيها او طاجن بايركس اي حاجه، او علبه بس ما تكونش بلاستيك. بعد ما دهنتها كده وحطيت كيس من الاكياس بتاعه التلاجة واقوم جايه فاتحاه ودهناه زيت من فوق، واروح بقى ابص على السيرب بتاعي او الشربات بتاعي. بعد ما غلى كده، طبعا اداني غلو وفوران بيغلى اهو، بس طبعا الكاميرا مش مبينه قوي. بجيب بقى كوبايه من الميه واخد نقطه صغيره كده من السيرب بتاعي واشوفه اتماسك ولا لسه. بتلاقيه بيلزق في ايديكي كده، يبقى لسه شويه. طبعا النار هاديه خالص زي ما انا مورياك اهو، بس خلي بالك بقى المرحله دي لا يلدع معاكي. هيبقى معاكي بقى الكراميل اللي هيمرر، لو لدع معاكي هيمرر. يعني ايه يلدع؟ يغمق. خلينا مع بعض كده. انا باخد معلقه بمعلقه صغيره، شايفه انا مهديه النار خالص ازاي. جيت اعمله حسيت ان هو لسه عامله زي اللبانه كده بتشد، فقلت اسيبه سنه كمان. بس انت خلي بالك انت واقفه جنبه ما بتروحيش، لاننا عاملين كميه صغيره، ربع كيلو من السمسم وكوبايه الا ربع من السكر. شايفه كده تمام بقى كده. انت بقى لو عامله سكر عادي ابيض، ده كان سكر التموين غامق شويه. حطيت، مش عايزه اقولك، طرف المعلقه صغير كربونات، ودي اساسي. ساعة ما يفور معاكي يدي فوران كده، بقوم جايه نازله بالسمسم السخن. اوعي تجيبي سمسم يكون متحمص جاهز وما تسخنيهوش. يعني لو مش هتحمصي السمسم تجيبيه وتديله برده وتدفيه عشان ما يقفش معاكي لو اتحط معاكي على الكراميل. بنقلب بقى والنار هاديه جدا جدا جدا. طب المرحله دي لو عايزه اطفي البوتاجاز اطفيه عادي، بس ايديكي تكون سريعه. الاسباتيولا اللي انا شغاله بيها دي بكون دهنه الاسباتيولا زيت. اي حاجه انت شغاله بيها تدينيها زيت عشان ما تقفش معاكي. شايفه انا بقلب اهو. خليها بقى تشرب السيرب كله معايا. شوفي بتقفش في ثانيه. هجيب بقى معلقه تانية كده وانزل كل اللي فيها اهو. انا بصراحه مستخسره اي حاجه فيه. الكيلو بتاعها دلوقتي بيقولوا عدى ال 200 جنيه، فانت الربع كيلو ده هيطلع لك كيلو من السمسميه. كيلو يا نجلاء اهو، هتجربي وتشوفي والله. وما شاء الله كل حاجه قدامكم، ولا قطعت حاجه من الفيديو ولا شلت اي حاجه. حتى في اخطاء بتبقى شغاله معايا في الفيديو وانا شغاله ما قطعتش. جبت بقى كده اللي شوفي نزل كتله واحده، وطبعا سخنه جدا. وخلي بالك ما يكونش معاك جنبك اطفال او اي حاجه. اي حاجه شغاله فيها بجيب بقى بوله كده وادهنها زيت، احط فيها شويه زيت وباي معلقه اي حاجه اقوم جايه مديها زيت. وخلي بالك الزيت يكون ريحته كويسه، ما تكونش الزيت بتاع التموني اللي فيه زنخه بسيطه ده، لا، يكون زيت شفاف كده وريحته حلوه تشتغلي بيه. بنزل بقى كل حاجه في قلبه، والسرعه بقى بصي، سرعه بقى بايديكي بقى والاسباتيولا. بس لو ايديكي تكوني لابسه كلافز بقى في ايدك ولا حاجه. بصي بقى انا قعدت اعمل بالاسباتيولا، لقيتها ايه، بتعذب معايا شويه وهتنشف، هينشف معايا ويقشف، يجلد معايا كده او يقفش.
السكر هيقفش معايا الكراميل، وفي نفس الوقت مش هلحق. فروحت جبت بقى البطاطا اللي انا ببطط بقى العجين دي، دهنتها زيت برضو، بصراحة نفعتني. قلبت بقى الكيس، قفلته على بعضه، عرفت بقى ان انا عامله كيس كامل ليه، ودهناه من اليمتين. قمت جايه بقى قافلاه على بعضه كده، وابتدي ان انا انعمها بقى وافرد. بصي طبعا ايه، يعني مش عايزه اقولك ان هي سهله جدا، لا طبعا خدت مني مجهود عبال ما فردتها، لانها بتقفش وبتجمد في ثانيه كده. بصي بقى سويتها بقى، وبسم الله ما شاء الله بقت جميله اهي. الصبر كده، كل حاجه تطلع في ايديكي زي الفل. بس عايزه اقولك ان هي اوفر من بره بكتير وسهله جدا. وتنسي رشة الكربونات، يعني اقل من ربع معلقة، حاجة بسيطة كده، لان طبعا السكر قليل. بجيب بقى كده القطاعة، وبحاول ان انا احددها وهي لسه طرية اهي. بس ده انا عبال ما غرفنا عشان نتغدى، ما كنتش اتغدينا، يا دوب بس بغرف كانت نشفت معايا. فانت خلي بالك قبل ما تقفش وتنشف معاكي، تبتدي ان انت تقطعيها على طول. يعني وانا بحددها كده المفروض كنت قطعتها على طول. رحت بقى كده بعد شويه، قلت اما اروح بقى كده اقطعها، لقيتها بصي بقى مش عايزه اقولك مش حجر ولا حاجه، هي حلو، بس بقيت خايفه عليها لا تتكسر، لانك انت لو سبتيها نشفت معاكي شويه هتتكسر. جبت بقى سكينه ناشفه شويه اهي، وابتديت ان انا اضغط عليها من فوق بايديا الاتنين من فوق كده اهو. عايزه ايه يعني؟ عضلات. لو هي قفشت معاكي كده، تقومي جايه مثلا تخلي جوزك او حد من الاولاد يتك عليها شويه وقطعها لي. قطعتها صوابع، بسم الله ما شاء الله، ادتني كميه كبيره زي ما حضراتكم شايفين. حاجه صبحه بقى، مش مخزونه في المحلات، معموله بقى لها 3 4 اشهر كده وراكنينها. إيه، كل حاجه قدامك طبعا مغذيه وحلوه للولاد. السمسم مغذي جدا، وفي نفس الوقت مش حاطين سكر كتير، حلوه خالص. فحتى الولاد قالوا لي يا ماما دي مش مسكره شويه، انا عايزاها مسكره. هتبتدي ان انت تحطي كوبايه سكر كامله. طب نطرة الكربوناتو دي الايه يا نجلاء؟ شايفة بسم الله ما شاء الله حلوة جدا. نطرة الكربوناتو دي بتخلي الشربات معاكي ما يقفش، وتخلي الحلاوة معاكي ناعمة، بتمسكيها كده تلاقيها دايبة، مش تاكليها تلاقيها معضمة وبتقطم وبتكلكع تحت اسنانك. يا رب النهارده اكون ضيفة خفيفة عليكم واتأخرت عليكم في الفيديوهات، بس كنت تعبانة شوية. ادعولي بالشفاء، وادعولي ان انا افضل على طول موجودة معاكم. اتمنى بقى تشاهدوا الفيديوهات كده للاخر، اكتبوا لي كلمة حلوة كده، تعليق حلو، متنساش نحط اللايك بتاعنا. يا رب يسعدكم ويسعد ايامكم ويكبر بخاطركم جميعا، وكل سنة وانتم بألف خير، وكل حبايبكم بخير. اتمنى ان انتوا تعملوها وتجربوها بنفس الخطوات. حابة بقى ان انت تعمليها وتخزنيها. هتحطيها معاكي في علبة كده مقفولة، بلاش علب من اللي هي الكرتون. لو كرتون بتحطي تحتها كيس من اكياس التلاجة فوقها وتحتها، علشان تفضل مقرمشة معاكي وما تاخدش رطوبة من الجو وتطرى. او ممكن نحطها في العلب اللي هي الشفافة دي، اللي بتيجي جاهزة من بره، الأكليريك دي. وبألف هنا وشفا على قلوبكم. كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.